نقول جديدة ما بتقلش أبدا خيانة، زي مثلا الحملة اللي بتقوم بيها الجماعة حاليا تحت عنوان ضرب اقتصاد الانقلاب، وأي تعطيل للشركات الكبرى زي شركة الحديد والصلب، أو حتى بأفكار خبيثة غير مسبوقة. يا ريت كانوا يعني يفكروا بالذكاء ده بطريقة إيجابية للوطن، يعني زي مثلا سحب أكبر قدر من النقود المعدنية. تعرفين الجنيهات بتاعتنا المعدنية عايزين يسحبوها من السوق لزيادة الأسعار وارتفاع التضخم. مش عارفة يعني حقيقي ده ولا لأ، ولا ينفع، ولا ممكن تكون مؤثرة ولا لأ. عن الحملة دي ومدى تأثيرها وغيرها طبعا من الأسئلة الاقتصادية عن اقتصاد مصر الحالي، هيكون لقائنا مع دكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية. برحب بحضرتك يا فندم، وطبعا منورانا النهارده الاستاذه بسنت فهمي استاذ البنوك بالجامعه الفرنسيه والخبيره المصرفيه المعروفه. اهلا بك يا فندم. يعني عايزه ابدا دكتور احمد، حكايه سحب الكوينز او العملات المعدنيه من سوق النقود المصري من الاسواق التجاريه ومننا كمواطنين ويحوشوها، مما يجعل ان مفيش سيوله، مفيش جنيهات في السوق المصري. هل ده مؤثر؟ وايه الفكره دي؟ هل كان في حاجه مسبوقه قبل كده حضرتك سمعت عنها بهذه الطريقه؟ هقول لحضرتك، هو بالنسبه لاي اسواق فيها كم متداول من النقود والعملات حقيقي، فبالتالي سؤال بس يعني ايه، انا كويس ان انتوا بتشاوروا وبصيص اضاءه كده على بعض النقاط او بعض الافكار الغريبه اللي ممكن تطرح، مش لانها ذات قيمه، لا، زي ما هنوضح دلوقتي، علشان الناس تبقى مطمئنه او قلقانه بما فيه الكفايه على حجم الحدث. طب كم واحد هيعمل ايه؟ يعني كم النقود اللي جوه السوق، الكم الملياري المتداول جوه السوق المصري على سبيل المثال، في كم جنيه معدن؟ كام؟ ما انا بقول لحضرتك في كم جنيه معدن احنا بنتعامل فيه، يعني عايز اقول ايه، مليارات لا تؤثر فيها سحب عملة الجنيه بالكامل. لو اتلمت من السوق هتأثر على ايه؟ ولن تسحب بالكامل لسبب كم واحد اللي بيتكلم في الكلام ده. الحاجة التانية، لو هذا الكم سحب واكتنز اتحوش في البيوت مثلا، سحبت قد ايه؟ مليار. سحبت مليار مثلا جنيه برضه، ولا هغرم فيه معدن، حتى هنزله ورق تاني، المليار دي مرة تانية لن تؤثر في الأسواق بأي شكل من الأشكال. أنت كم واحد اللي هيعمل كده؟ هيلم قد إيه؟ عايز أقول لحضرتك البنوك والأستاذة بسنت فاهمة لديها فائض سيولة غير موظف، فأنا بالتالي ما عنديش أزمة سيولة هتحصل جوه الأسواق صحيح. إطلاقا من صحيح. أي نوع. فإذا كم النقود المتداول جوه المجتمع بمختلف انواع فئاته، الجنيه والنص جنيه وال5 جنيه وال10 جنيه وال100 جنيه الى ما فيها من العملات الاجنبيه، من يريد التاثير ده لازم يكون تاثير ملياري ضخم. لا يستطيع فئه بتتكلم، ما قالوا قبل كده هنخش الصرف الصحي مره واحده ونبوظ الصرف الصحي في مصر، نخش المترو مره واحده ونوقف، مش لا، الدعوات والكلمات اقوى بكتير من الحقيقه اللي يستطيع بيها من يتكلم أن يؤثر. كم من النقود اللي هي وحدة الجنيه الموجودة في السوق المصري إن اتسحبت بالكامل لأي سبب من الأسباب لن تؤثر على شيء في هذه الأسواق. وإن كانت مؤثرة هطبع مكانها ورق، مش هغرم فيه حديد ولا هغرم فيه معادن ولا هغرم فيه أي حاجة. معايا حضرتك؟ طبعا طبعا. شيء وهم هيضطروا يصرفوا على مظاهراتهم بالكوينز، يعني هنبص نلاقي كل واحد نازل مظاهره واخد له كيس حلو كده كله جنيهات يعني. لا حضرتك مثلا جت فتره قبل كده احيانا بتبقى هناك دعوات حسنه النيه لاصحابها، يعني زي ما قالوا مثلا قبل كده ايه، حمله اول الثوره ما قامت دخل قناه السويس بالجنيه المصري، قعدنا في 6 ندوات على ما نقنع في الناس خطوره ده ايه، انت بتقلل العمله اللي انت محتاجها. احنا عايزين لا هو الرغبه كانت وطنيه، لكن مش مفهوم عند صاحب الرغبه الوطنيه، مش علميه بالظبط كده صحيح. فلما فهمها بدا يقول لا بدا هو نفس الناس اللي كانت بتعمل الحمله لا لجمع ايرادات قناه السويس بالمصري مره ثانيه بقت لا لما فهموا صحيح. بالتالي في برضو حاجة عايز أضيفها هنا، هناك من يسير في ركاب المسمى إخوان باعتبارها موضة
للاعتراض في أيوة. هذا التوقيت. يعني انا في ناس اعرفها شخصيا وليهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حاطين ما هو في يعتبر في ركاب الاخوان والناس تصنفهم اخوان. لا، مش كل الافكار اللي طالعه من الاخوان على فكره. لا، ده في ناس ماشيين في الركاب باعتبارها الموضه الماشيه دلوقتي للاعتراض. انت معارض يبقى انت اخوان. بالظبط كده. أيوة. فبالتالي مش كل من يعني تصاحب افكاره صفحه وانتشاره يبقى فعلا حقيقه وحقيقه لا بس مؤثرة. الدعوه دي كانت على صفحات اخوانيه معروفه بالاسم. لا، عايز اقول لحضرتك دعوه فاشله، مشروع مؤقت فاشل لا يكتمل، وان اكتمل لا يؤثر، وان اثر لن يستطيع ان يؤثر سوى 5 دقائق على ما تنزل مكانه العملات الصغيره مره ثانيه الناس محتاجاها في التداول. استاذ